السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم أقوى ماسك ضد التساقط. نعم، أقوى ماسك جربته لحد الآن. ماشي تاني ضد التساقط، يقوي الشعرة ويعطيكم واحد اللمعان. والشعر إلا كان صرات لكم فيه مشكلة طاح ولا الشعرة تاعكم كي شغل ماتت، هاد الماسك يعاونكم بزاف بزاف باش ترجعوا شعركم كما كان في البداية وكتر. ماسك الصدر قاع تعرفوه، غادي نعطيكم الطريقة تاعه الصحيحة. هنا عندي زوج مغارف صدر مطحون مع نص مغرف أملج، وهنا عندي ماء البصل، قشور البصل. هنا غير غليت قشور البصل مع الثوم ونستحفظ عليهم، نبدا نخدم بهم الماسك. نخدم بهم الماسك تاعي. وتقدو ديروا الماء، اللي ما عندهاش دير الماء عادي، دفوه. انا دفيته، سخنوه شويه يكون ساخن ونكبوه على الخليط تاعنا. نديرو شويه قد ما يبدا الخليط، زعما قد ما نقدو نحولوه عجينه، ولا خاص من بعد غادي نزيدو كي نكونو نخلطوه كيما راكم تشوفوا. نخلوه يتفاعل شويه، من بعد نجيبو الباتيغ تاعنا ونبدو نخلطو. هاد الماسك بزاف الشيرات جربته، بزاف شباب وشعري بدا انا صرالي بزاف لي بروبليم في شعري راكم عارفين لي ماشي يطيحوا الشعر. حشتو حنا نسا بزاف صوالح يصيرولنا، حتى هادوك المعالجات يطيحوا الشعر ويكتلوا الشعر. بهاد الماسك ما تامنوش عقلكم، رديت شعري كيما كان ويطوال، وما تامنوش عقلكم. هنا كيما راكم تشوفوا راني نزيد في البصل، في الماء تاع البصل. غير كشوا البصل دير طيبوهم بالثوم، نقصوا النار وغطوهم، بعد طفوهم، بعد استحفظوا بداك الماء، صفوهم وبداو تخدموا به لي ماسك تاعكم. ولا ما عندكمش ديروا الماء دافي. والاملج تاني بزاف شباب، كنت نستعمل السدره وحدها، بصح كي زدت لها الاملج روعه 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 للشعر، يغلط الشعره ويعطيك واحد الفولي ما تامنيش عقلك. نخلط بالخلاط حتى نتحصلوا على عجينه كيما راكم تشوفوا. ها هو الخليط اللي تحصلنا عليه، ومن بعد نطبقوه على شعرنا، نخلوه ساعتين ونغسلوا شعرنا. بالاستعمال طبعا شهر شهرين كل وحده وشعرها. الشعر تاعكم تلقوا نتيجه بزاف بزاف شابه، بزاف شابه. ومن بعد ندير لكم فيديو على الاملاج وحده، فيديو ندير لكم كيفاش تخدموه تونر، وندير لكم كيفاش تستعملوه لشعركم. وانا هاد السدره كاين تتباع مطحونه، وكاين دي فوا تطحنوها. انا طحنتها وحدي، نبغي السدره نطحنها وحدي باسكو راهم يخلطوها. حتى الاملاج طحنتها وحدي ونطبقوه على الشعر كيما راكم تشوفوا. كل خصله ديروه من الجذره حتى الجذور، يعطيكم نتيجه بزاف شابه. وغطوه بالسيلوفان ولا بالالومنيوم باش ما يلبس لكم في شعركم. بعد غسلوا صحاب ليماش ما ديروش. اللي تبغي داوي شعرها تكون دايره ليماش تقلعهم بعد ديرها باسكو هو يحمر الشعر. هذه هي لاغوسيت تاع اليوم، تاع الوصفه تاع اللي نطبقوها على شعرنا، وان شاء الله تعطيكم نتيجه.